لما حد بيختفي فجأة بدون أي أسباب بنقول إيه ده؟ هو الأرض انشقت وبلعته؟ هو ده اللي حصل حرفيا مع قصتنا النهاردة. لغز مرعب عن اختفاء عروس الإسكندرية، العروسة اللي كانت مع زوجها وهم خارجين من السينما في أهم شوارع الإسكندرية، تحديدا في شارع النبي دانيال. وهم خارجين ومروحين في بدايات جوازهم، مرة واحدة الأرض انشقت حرفيا وابتلعت ميرفت. الزوج حاول يستغيث باللي حوله، بس الرعب كان الأكبر من كده بعد ما لقوا إن الفتحة ضاقت تاني ومفيش أي أثر لميرفت، لا لقوها حية ولا حتى لقوا جثتها. طلع كلام كتير قوي عن حل اللغز ميرفت، لدرجة إن المذيع والإعلامي المعروف مفيد فوزي اهتم بالموضوع دوت وحاول إن هو يتبنى القصة دي علشان يعرف ميرفت راحت فين. وطلع كلام مرعب جدا لحد ما تواصل معاه واحد وقال أنا عارف مكان ميرفت. النهاردة هكشف عن تفاصيل كتيرة جدا بخصوص ميرفت عروس الإسكندرية اللي قصتها فضلت لغز لحد وقتنا الحالي أكتر من 50 سنة. قصتنا بدأت تحديدا سنة 1973، تحديدا شهر مارس يوم 26، عن ميرفت أحمد شحاتة، العروسة اللي تزوجت من أنور سعيد، وده كان نقيب الصحفيين في الوقت دوت. كانوا مبسوطين جدا في بدايات جوازهم وهم داخلين السينما، كانت الوقت داخل على منتصف الليل تحديدا الساعة 11 مساء، وكانوا طالعين من فيلم خلي بالك من زوزو. وهم طالعين وخلصوا الفيلم وفرحانين وماشيين مع بعض مروحين تحديدا في شارع النبي دانيال، تقاطع كده شارع النبي دانيال مع شارع فؤاد، وده كان من أهم شوارع الإسكندرية. فمرة واحدة كده الزوج راح في كشك من الأكشاك علشان يشتري علبة سجاير، بيبص وبيكلم زوجته اللي كانت واقفة جنبه، بيبص ما لقاهاش أي أثر، لا ليها لا صوت ولا حس ولا أي حاجة، بيحسبها اتخطفت أي حاجة. بس الشيء المرعب اللي لقاه أنور وهو إن الأرض انشقت حرفيا وابتلعت زوجته ميرفت، ما لقاهاش أي أثر. الدنيا ضلمة كحل ومفيش أي أثر، والفتحة بتوسع بتوسع وميرفت بتختفي فيها حبة بحبة لحد ما اختفت تماما. حاول الزوج ان هو ينقذها بكل الطرق، يستنجد بالناس، يعمل اي حاجة، مفيش حد عارف يعمل اي حاجة لحد ما اتصلوا بالحماية المدنية وجت بسرعة جدا وحاولوا ان هم يساعدوا. بس الشيء المرعب ان هم لما جم ان هم لقوا ان الفتحة ابتدت تضيق، الفتحة اللي كانت بتوسع قدام عين الزوج حبة بحبة لحد ما اختفت ميرفت تماما بداخلها، لقوا ان الفتحة ضيقة جدا ما تدخلش اي حد فيها. ايه ده؟ طب ميرفت راحت فين؟ والفتحة اللي كانت واسعة دي ازاي ضاقت كده مرة واحدة؟ بصراحة المحافظة ما أثرتش تماما، عملت فريق إنقاذ. فريق الإنقاذ اللي تم تشكيله من قبل المحافظة وعمل شغله على أكمل وجه لمدة 15 يوم ليل نهار، لأن الدنيا كانت مقلوبة في اسكندرية حرفيا عن اختفاء عروسة الاسكندرية. لمدة 15 يوم شغالين ليل ونهار، لدرجة جابوا غواصين وعملوا حاجات كتيرة وحفروا في الشارع وقلبوه حرفيا لعل وعسى يلاقوها، حتى لو مش لاقيينها حية يلاقوا حتى جثتها، بس ملقوش ليها أي أثر. اختفت ميرفان تماما، وفي ألغاز كتيرة مرعبة جدا طلعت حوالين اختفائها. في النهاية أعلن عمال الإنقاذ عن خبر كان صادم لكل الناس اللي كانوا على اقل امل ان هم يلاقوا حتى لو جثة ميرفت. قالوا ان هم مش لاقيين ليها اي اثر وعملوا كل اللي عليهم ومفيش ليها اي اثر، وقالوا ان تحت الارض دي العديد من السراديب وان هما مش هيقدروا يفحروا اكتر من كده، لان لو فحروا اكتر من كده السراديب دي ممكن تؤدي لكوارث تانية وتبقى في بدل المصيبة تبقى مصيبتين وتلاتة وعشرة.
الموضوع كان قالب الإسكندرية في وقتها، والناس كانت مرعوبة جدًا، لدرجة قالوا إن شارع النبي دانيال ده مش أول مرة إن في الأرض تنشق وتبلع ناس، لدرجة إن في ناس كانوا خايفين ينزلوا بناتهم في قلب الشارع ده أحسن يجي يكون مصيرهم زي ميرفت، وإن هو الشارع يبتلع بقى البنات ويجي يخافوا فعلا في الوقت ده، يخافوا إن هما البنات يمشوا عيالهم فيه. لدرجة إن الإعلامي المشهور مفيد فوزي تبنى الموضوع دوت، وقرر إن هو يبحث في الموضوع ده ويسلط عليه الضوء. ويقال إن هو في واحد اتصل بيه وتواصل معاه وقال له إن هو عايز يقابله، وقال له إن هو عارف مكان ميرفت. ولما تواصل معاه حتى كتب في كتابه عن، زي ما انتم شايفين ده الفصل الأخير من حكاية عروس الإسكندرية. فقال له ان هو ميرفت كان عليها جن عاشق، وان هو قرر ان هو يخطفها ويروح بيها للعالم بتاعه، وبدليل ان هي ملهاش اي اثر، وان الفتحة اللي كانت واسعة قد كده ابتدت تضيق تاني بعد ما خدها للعالم بتاعه الاخر. اقاويل كتيرة طلعت من حيث ان هي تم اختطافها من قبل الجن، وفي كلام تاني طلع ان هنا انقسموا لرأيين. ان الرأي الاول ان الشارع دوت تحتيه سراديب، السراديب كانت اللي عاملها هم الرومان. طيب السراديب ليه كانوا عاملينها الرومان؟ ليه كانوا بيخزنوا فيها مية النيل العذبة؟ دي كانت ايام الفيضان. فعلشان كده في المنطقة دي خلت قشرة الارض ضعيفة جدا، فعلشان كده كان بيحصل ما بين وقت والتاني هبوط. ودي مش اول حادثة اللي حصلت لميرفت، ده كان اول رأي طلع. طب الرأي التاني هو ايه؟ قالوا ان الشارع دوت اسفله مقبرة الاسكندر الاكبر، ومدفون بيها ومعاه كنوز وكده، والمقبرة دي بيحرسها جني، زي ما معروف ان اكتر المقابر بيحرسها جني. فما بين وقت والتاني الجني دوت بيحب يأذي الناس، ف يعني بيحرس المقبرة وبيأذي الناس زي ما انتوا شايفين كده، ودي اللعنة بتاعت الجني. طلع أقاويل كتيرة جدا، بس في النهاية نوصل لشيء واحد، إن ميرفت عروسة الإسكندرية من ساعة 1973 تحديدا 26 مارس لحد وقتنا الحالي أكتر من 50 سنة، وإن هو ما قدروش يوصلوا إن هي راحت فين. طلع أقاويل كتيرة، كل واحد بيقول كلام، بس في النهاية ميرفت اختفت فجأة، وفضل اختفائها لغز ملهوش أي حل. هل في نهاية الفيديو ممكن نسألكوا سؤال، إن ممكن الجن عنده المقدرة إن هو يختطف الإنس ويروح بيه لعالمه؟ سمعنا عن قصص كثيرة جدا جدا عن اختطاف الجن للإنس، وإن هو يروح بيه لعالمه، ممكن يرجع تاني وممكن يفضل بالسنين، أو ممكن يفضل للأبد مختفي ما يظهرش تاني. أحب أسمع الإجابة على السؤال دوت. تابعوني في قصص جامدة جدا في قناتي، قناة بيت الرعب، وأحب أسمع رأيكم. متنسوش اللايك والانضمام للقناة. سلام. وأهم شيء قبل ما أختم، إن أحسن حاجة تحصنوا بنفسكم هو القرآن الكريم وأذكار الصباح والمساء، أحسن حاجة للحفظ من الجن. وسواء أنت مقتنع أو أنت مش مقتنع بوجود الجن، هما مذكورين في القرآن. فحبيت إن أنا أوصل رسالتي، وأهم شيء تحصنوا نفسكم بكلام ربنا.